أنا نأكد لك العلم واش راهو يقول. العلم يقول باللي الجزائر يمكن أن تطعم إفريقيا بكاملها، بل يمكن أن تصدر للعالم بأسره. والله نتحدى أي واحد نروحوا للمنيعة. المنيعة نسقسيو على تاريخ المنيعة في وقت الاستعمار الفرنسي. المنيعة كانت تتصدر الورد. تخيلها، ما نهضرلكش على القمح، ما نهضرلكش على الخضروات، ما نهضرلكش على الفلاحة الأخرى، نهضرلك على الورد. إذا كان المنيعة ينبت فيها الورد ويتهدى كل أحد ثلاثة الملكة إليزابيث. الطيارة تطير من المنيعة، من مطار المنيعة إلى لندن من أجل أنها توصل الملكة إليزابيث في وقت فرنسا توصل لها الورد. تروح المنيعة دركا تكون داخل تشوف أشياء خضراء، تكون مساحة خضراء كبيرة. وشنو هذا؟ قال هذه مستثمرة فلاحية. أو هنا عندكم مستثمرين في الرملة هذه. نعم، لأنه مياهها من أجود أنواع المياه في العالم. هذه بشهادة بروفيسور إيطالي ينصح طالب نتاعو المصري يقول له روح للجزائر ويتلقى به صديقي جمال شرفي. نقول جمال شرفي يتلقى به في الطائرة، وين راك رايح؟ قال الأستاذ يعطاني هذا الميموار وقال لي إذا قدرت تستثمر روح استثمر في المنطقة هذه، لأن القطن نتاعها من أجود أنواع القطن في العالم وأفضل من القطن المصري. هذا مصري، هذا مصري جاي باستشارة الأستاذ نتاعو بروفيسور إيطالي علمه وقراه. طيب روح المنيعة والله العظيم يكرم يديروا الفصة، يحشوا كل 20 يوم عنده حشة، كل 20 يوم.